أهم حاجة المفروض تبقى عند طبيب الأمراض الجلدية بعد فكرة إن هو يبقى ثاقب النظر وبيعرف يلاحظ الحاجات؟ إن هو وهو بيتعامل مع المريض والأهم وهو بيكتب له علاج، يكون مدخّل في الحسبة بتاعته ظروف المريض، ظروفه النفسية، ظروفه الاجتماعية، غير طبعًا ظروفه المادية، لكن إنه العلاج مش زي ما بيبقى مكتوب في الكتاب، يعني العلاج لازم يكون بيتفصّل لكل مريض على حسبه هو، بالرغم إن المرض ممكن يكون واحد في كذا مريض، لكن كل واحد بياخد علاج فيه بعض الاختلافات على أساس كل واحد فيهم ظروفه إيه، يعني لازم العلاج يبقى متماشي مع ظروف المريض إمم. أو أيديولوجياته. فلنفرض إن عايزة أكتب علاج والعيان رافضه تمامًا، هاقول له لأ خلاص ما لكش حاجة عندي، والّا إن أحاول إن أنا أوظّف العلاج اللي موجود بحيث إن هو يحل له مشكلته من غير ما يبقى بيتنافى مع أفكاره.